صباح الخير. صباح الخير. ازيك عامله الحمد ايه؟ لله تمام. انا مبسوطه انك قلتي لي قبل ما نبتدي الهوا انه الشخصيه الاعتماديه ملهاش علاقه بالدلع، لان دايما بنتصور كامهات ان احنا لما ندلع ولادنا او ممكن يطلعوا شخصيه اعتماديه، بس انت قلتي لي لا. لا خالص، بالعكس. يعني انت كل ما هتديله اكتر حب غير مشروط، كل ما هتطلعيه انسان سوي متوازن. ده ملوش علاقه بان انا اطلع شخصيه اعتماديه نازله خالص. مين هي الشخصيه الاعتماديه؟ الشخصيه الاعتماديه عكس بالظبط اللي انت بتقوليه، ان قولي لنا هو بقى. معتمد على حد تاني عشان يقدر يخليه يشوف نفسه كانه بني ادم كامل، بمعنى ان هو مش شايف نفسه كانه بني ادم الا ربع، بنقول عليه كده. بيحس ان دايما في حاجه ناقصاه، معتمد على حد تاني يديله الحب او يديله الثقه او يديله اي حاجه من بره علشان يقدر يحس ان هو حقيقي بني ادم كامل. يعني الشخصيه الاعتماديه هي الشخصيه اللي بتكمل نفسها بس بحد تاني، من بره، بتكمل النواقص اللي عندها بالظبط. بس بحد تاني، مش من جوه، مش بيعرف يملى نفسه من جوه. لا، ده اللي هو يعني بيبقى مستسهل بقى على حسابك. دي مش الاعتماديه. لا، الاعتماديه حاجه تانية خالص. الاعتماديه انه عايز يعتمد على حد ان هو يديله مشاعر معينه علشان يحسسه بان هو تمام، انا انف، انا كامل جوايا، ان انا يعني ما يقدرش يقعد لوحده، يبقى دايما طول الوقت حاسس ان هو وحده، ان هو مش كفايه، ان هو قله ثقه في نفسه. ده بيجي ليه بقى اصلا؟ علشان من واحنا صغيرين مش بندي للطفل الحب الغير مشروط. دايما بنحسسه ان عشان احبك لازم هتعمل حاجه معينه، تبقى مؤدب، تنجح، تجيب جريدز كويسه، تعمل اي حاجه، بس مش هحبك لمجرد ان انت. فبتوصل له مسج ان انت لوحدك كده، از ان انتيتي لوحدك انت مش كفايه. لازم تعمل حاجه عشان تخليني ان انا احس ان انت كفايه. فهو طول الوقت محتاج حاجه من بره عشان تحسسه ان هو كفايه وان هو كويس، فمعتمد دايما على حاجه بره. بنسمي الحاجه الثانيه اللي هو بيبقى معتمد عليها من بره دي عكاز. يعني بيتعكز على حد تاني عشان يحسسه بان هو انا كويس، انا اقدر، انا هقدر اكمل، انا اقدر اتحب. يعني فيها الحته بتاعه الاستحقاقيه اكتر. هل انا استحق ان انا اتحب؟ هل انا استحق ان انا ابقى كويس، ان انا في منصبي، في شغلي، في الشخصيه علاقاتي؟ الاعتماديه ممكن تكون شخصيه نرجسيه. هي عكس النرجسيه. هي عكس النرجسيه تماما. اوكي. النرجسيه بيبقى حاسس نفسه ان هو انا يعني يكون كله بيلف حواليا اكتر. انا بعد الطوفان بالظبط كده، مش محتاج حد اصلا، انتوا كلكم هنا عشاني، يعني انتوا كلكم موجودين لخدمتي. بالظبط. ايوه. لكن الاعتماديه احنا بنسميها كوديبندنسي. بيبقى اكتر لا، يعني هو محتاج الناس وعارف ان هو محتاج حد تاني او حاجه تانيه علشان تكمله. الاعتماديه دي صفه واضحه للناس. هي محتاجه اويرنس، يعني ادراك. لو هو عارف نفسه هيحاول ان هو يصلح من نفسه، فبالتالي الموضوع ده هيقل وهو هيبقى مبسوط. لكن لو هو مش عارف او مش مدرك هيتصرف طبيعي. فلو الناس اللي حواليه مدركه اوريدي ان ايه المواصفات او ايه الصفات بتاعه الشخصيه الاعتماديه، هيقدروا يعرفوا. يعني هتبان لهم، والمواصفات دي بتبقى يوجوالي ان هو يبقى اكتر لازق للناس. لو احنا بنتكلم في اعتماديه على العلاقات، ما اقدرش اعيش من غيرك، لا ما اقدرش اكمل، لا لازم تبقى انت موجود، لا انا من غيرك ولا حاجه، لا بس اعمل لي دي، اصل انا لو انت مش موجود انا بتوه. انا تحسي ان هو لا، محتاج حاجه جنبه تكمله، مش انا لوحدي تمام، انا هعرف مش انا أتصرف. تمام، ما يقدرش يقعد مع نفسه. قولي لي كده مواصفات الشخصيه الاعتماديه، لو زوج، لو زوجه، لو طفل او طفله مثلا، لو زميل في الشغل، صديق، صديقه. اوكي، بصي، زوج وزوجه مش هتفرق كتير، ده زي ده يعني. طول الوقت لا، لازم يدي مشاعر او هي تدي مشاعر، ايا كان يعني الطرف بيدوا مشاعر، لازم يدي بقى. لا يعني الاعتماديه محتاجه تاخد. الاعتماديه بتاخد مشاعر. محتاجه تديها مشاعر. تديها طول الوقت، انك تطمنيها، مش هتسيبيها، انت معاها، انت مهما حصل، يعني بتديها الحب الغير مشروط اللي هي ما خدتوش من مامتها وباباها مثلا وهي صغيره. يعني بيلعب دور، كانه بيلعب دور الام والاب لفتره طويله، الشخص اللي هو الزوج او الزوجه اللي مع الشخصيه الاعتماديه الثانيه. لازم يفضل يديله مشاعر. مهما حصل، انا بحبك، انا معاك، انا قابلك، يعني قبول، ويعني بيديله احساس بان هو بانتماء وقبول والامان. هل هو شخصيه غيوره مثلا، الشخصيه الاعتماديه؟ هل هي شخصيه قلوقه؟ من اي حاجه. يعني ايه مواصفاتها؟ من عشان كده بسالك شكلها ايه الشخصيه الاعتماديه دي، ايه مواصفاتها؟ بصي، بيبقى قلقان طول الوقت، لحسن هتسيب، لحسن عارفه، لحسن اي حاجه، لحسن هيسيبني، خايف من الخساره طول الوقت. بالظبط. قلقان هتسيب لان انا شايف ان انا بني ادم الا ربع. فلو الشخص التاني I'm not enough، حاسس ان هو طول الوقت مش كفايه. بالظبط.
فهو هيسيبني، the other person هيسيبني على طول اول ما يكتشف الربع الناقص اللي عندي هيسيبني. اوكي. فانا I'm not good enough من اوكي. الاخر، محتاجه أوكي. حد يكملني عشان ابقى. ايه تاني غير ان هو قلوق؟ ايه تاني دي مواصفات اكتر الشخصيه حاجه. الاعتماديه؟ قالوا بقى من كل حاجه، قالوا ان انا هتساب، قالوا ان انا مش هتقبل، قالوا ان انا مش هبقى هنجح، مش قالوا ان انا مش هقدر اسد في الموقف، كيف اي حاجه لها علاقه بان انا قليل. علاقه الدلع بالشخصيه الاعتماديه. النهارده انت صلحتي لي يعني حاجه انا كنا ماشيين في اتجاه العكس تماما. دلعنا لاولادنا او اهتمامنا باولادنا ملوش علاقه خالص بالشخصيه الاعتماديه. طبعا لا خالص. ده يعني الدلع زياده على المستوى التربوي يعني. بالظبط، يعني دلع زياده ممكن يدي عدم تحمل مسؤوليه شويه، بس دي بتظبطيها كدلع. لكن حب غير مشروط دي ما في، يعني انا بقتنع ان ما فيش فيها غلطه. يعني مهما اديتي من حب ما فيهاش حاجه. يعني ايه اللي هيحصل؟ ابني هديله حب هيحصل ايه؟ هيبقى متوازن دايما. هيبقى عنده اكتفاء ذاتي، شعوره بنفسه هيبقى كويس قوي، هيبقى احساسه وهيقدر يدي الاحساس بالحب ده. طالما انا جدير ان انا اتحب، انا كمان هحب الناس. فهيبقى يعني عارفه لما يكبر كمان في المجتمع هيبقى بيدي ويخلي المجتمع مجتمع سوي جدا، بالانس. حقيقي حقيقي. والحب مفتاح كل حاجه في الدنيا يعني. أيوة. ده حقيقي طبعا. والشخصيه السويه دي النهارده احنا بندور عليها بالظبط. يعني أيوة. بنفرح قوي لما بنلاقي شخصيه سويه طبعا. ومتصالحه مع نفسها وبتعرف تعبر عن اللي جواها. طيب خلينا نتكلم عن فكره تصليح عيوب الشخصيه الاعتماديه. هل الشخصيه الاعتماديه ممكن تتعدل؟ هل ممكن تتصلح؟ حقيقي، لان فعلا يعني انت قلتي صح ان من ضمن الحاجات ان هي بتحاول ترضي كل الناس. انا فهمت دلوقتي لان بقول لك انا كنت فاهمه غلط. وما عندهاش حدود خالص. يعني أيوة. ما عنديش حدود بتاعتي، اللي هو انا مستعده اضحي بكل الحدود بتاعتي. المهم بس ان الناس تبقى راضيه بالزبط. عني ومعايا. بالظبط. حبوني باي شكل من الاشكال، هعمل اي حاجه هرضيكوا. يعني اللي هو الشخص ده هي كومز لاست، اخر حاجه خالص في اخر حاجه بيفكر فيها نفسه. بالظبط. انا مش مهم، ما هو انا بس اقبلوني، ما يعني كتر خيركم كده. ده بيبقى اكيد مش واثق في نفسه خالص يا نازله. طبعا قله ثقه في النفس طبعا جامده جدا. طيب طبعا. ازاي نصلح الشخصيه الاعتماديه؟ يعني ازاي اعمل ده؟ اولا هو هي ويل نيد هيلب. يعني مش هينفع. بمعنى ايه؟ يعني ايه شكل الهيلب بقى؟ ايه شكل المساعده؟ بصي، يا اما هي هاز تو جو لكوتش او ثيرابيست او كده، يعني لازم بروفيشنال هيلب. لان يعني لو في البيت ممكن اقصى حاجه تقدري تعمليها ان انت تديله شويه دعم، ان انت تحسسيه بثقته بنفسه. دعم نفسي اكتر. خفيف. لو لقيتي ان هو اوكي فاين ماشي الحال، خلاص هنكمل ماشي الحال معاه. بس هتبتدي بان انت تعملي معاه بيبي ستيبس، خطوات صغيره جدا. لما بيعمل حاجه حقيقي وينجح فيها هتشجعيه عليها، زي ما بنعمل بالظبط مع الاطفال. يعني ابني عمل حاجه، برافو عليك، شاطر ان انت عملت دي، انت فعلا مبدع فيها، انت يور فيري كرييتيف، انت عملت كذا. فواحده واحده، بس لازم يكون هو فعلا عمل الحاجه وحس ان هو فعلا انجز فيها. لان غير كده هيبقى كانك بتعملي له اطراء، عارفه؟ لو يعني I'm just praising you خلاص وبعدين فمش هيصدقك. فهو بيبقى دايما شاكك في نفسه، انا عارف ان انا مش كامل، فانت مهما قلتي لا انا مش مصدقك. ايه الاثبات؟ الاثبات ان انت عملت ده، بص انت انجزت الحته دي فانا شفتها فبرافو عليك. فانا بس بحط يعني زي نور او سبوت لايت على الحاجه اللي هو عملها. ماشي. فيبتدي يشوف، يعني بص انت شفت عملت ايه، انت برافو عليك. يبتدي ياخد ثقه في نفسه حته حته. اوكي. وكمان بعديها ابتدي اظبط له ان هو يبقى عنده الحدود بتاعته، تبقى عارف ان انت من حقك انت حدودك ايه. انا ما بحبش ان حد مثلا يعلي صوته وانا وهو بيكلمني. يبقى لما حد يعلي صوته اقول له انا بعتذر، انا مش هقدر اكمل في الحوار، امشي باي طريقه تعجبك، بس حط الحدود، ما تكملش الحوار اللي مش عاجبك. حد تاني يعني يحط حدوده ويتمسك بيها وما يخافش، يتعلم ان هو يقول لا. ايوه. اتس اوكي تو سي نو. ايه المشكله؟ هيحصل ايه لما اقول لا؟ يعني من غير ما يحس باي نوع من جلت ولا شيم ولا الاحساس بالذنب ولا ان انا مقصر ان انا قلت لا، ده زعل مني، يا ترى ايه اللي حصل، ازاي ما اقولوش لا. لا، يعني يدي لنفسه بيرميشن او يسمح لنفسه ان هو يقدر يقول لا. لان زي ما بنقول دايما كل لا انا بقولها ما بقولهاش للناس التانيه كاني بالظبط بجيها على نفسي. يعني لما انا مثلا تقولي تعالي نخرج مع بعض وانا ما كنتش هقدر اخرج وقلت ما قلتلكيش لا، يبقى انا جيت على نفسي وقلت لنفسي انا لا، ما تستريحيش، لا ما تعمليش الحاجه اللي انت كنتِ عايزاها، اديت لك انت اولويه عليا. فباجي على نفسي بدل ما ان انا بعبر عن احتياجي في ان الوقت ده بالذات انا مش هقدر دلوقتي اخرج، انا اسفه. فيتعود كمان يقول لا. اتس اوكي تو سي نو. ايه المشكله لما اقول لا؟ طبعا طبعا. والشخصيه الاعتماديه ايه مشاكلها؟ يعني ايه اكتر حاجه بتواجهها او ايه اكتر التحديات اللي ممكن تكون بتتعب الشخصيه دي؟
بصي، لو سيلف استيم احساسه بان هو قليل، احساسه ان هو دايما معتمد على حد، ما يقدرش يبقى لوحده. انا لوحدي، انا مش متاكد، انا مش قادر اخد القرارات، انا مش واثق ان انا لو خدت قرار هيبقى صح ولا لا، لان انا مش واثق في قراري، انا مش واثق في نفسي. هل انا بعرف؟ يعني ايه الكابابيلتيز بتاعتي؟ انا مش متاكد انا فعلا بعرف اخد قرار ولا مش بعرف. طب انا القرار اللي هاخده ده ايه؟ طب لا، انا محتاج حد تاني يجي يقول لي، محتاج حد يجي يكملني. فطول الوقت بيبقى people pleasing زي ما انت قلتي، ان هو عايز يروح طول الوقت عايز يرضي الناس. بالظبط. يعني لو حد قال له رايه في قرار، واحد قال لا وواحد قال هو هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ هيبقى دايما متلخبط، وكل الناس بتتحكم في حياته، مش هو اللي قادر يمسك زمام امور حياته كمان. دي في حد ذاتها حاجه مش لطيفه قوي. بتاخد وقت في العلاج الشخصيه الاعتماديه؟ يعني عاده بتكون ايه الشكوى؟ يعني انت كلايف كوتش النهارده اللي بيجيلك ناس كتير جدا، بتبقى ايه الشكوى من الشخصيه الاعتماديه عاده؟ يعني هل هي بتبقى جايه عارفه ان انا شخصيه اعتماديه نازلي، فمن فضلك انا محتاجه مساعده، ولا انت من خلال مقابلتك ليها بتكتشفي ان مشاكلها في حياتها بسبب ان هي شخصيه اعتماديه فبتبتدي تساعديها؟ لا، هو يعني most of the time ما بيبقوش عارفين ان هو most of the time مش عارفين. لا طبعا، يعني ما بيبقاش اوير قوي، فمش عارف يشخص نفسه ايه. ايوه. لكن وانا مش عايزه اسميها تشخيص قوي كمان، مش عايزه احط ليبلز وجادجمنتس ولا كده، بس يعني ايه الاعراض بتاعته او ايه الصفات بتاعه الموضوع. لكن بيبقى لو احنا بنتكلم مثلا في الريليشن شيبس وفي العلاقات، بيبقى جاي طول الوقت في عنده باترن اوف علاقات، ان انا كل ما ارتبط بحد بيسيبني، اصله بيبص لحد تاني، اصله بيكلم حد، اصل فتحسي ان هي لو هي البنت هي الاعتماديه شويه خانقاه. يعني ايه اللي بيحصل؟ لا، على طول مخنوق، مش عايز يقعد معايا. طب ليه؟ علشان انت خانقاه، عشان انت معتمده عليه ان هو لازم هو اللي بيملكي طول الوقت. فهو بيوصل لمرحله ان لا، كفايه على فكره، انا يعني احنا المفروض ماشيين مع بعض، مش ماشيين ان انا بملكي او انا بديكي وبس. انت مش محتاجه المفروض اديكي حاجه، المفروض ان احنا مع بعض. فبيبقى دي احدى الحاجات، وبنعرفها من الباترنز ان هي حاجه متكرره كمان. مش قادرين ناخد قرار، احساس دايما بان برضو من ضمن الحاجات اللو سيلف استيم، ان هو مش واثق في نفسه، حاسس ان هو قليل، لا انا محتاج دايما الناس هي اللي تساعدني. ودايما بتبقى الثقه دي مش في محلها فعلا. يعني انت لما بتحسي ان هو مش واثق في نفسه، هل بتحسي ان هو فعلا الثقه دي مش في محلها؟ يعني بالعكس. هو فعلا لا هو فعلا محتاج يشتغل على نفسه، ولا لا ده انت انا عاجبني قوي السؤال ده بجد، فيري جود بجد. والله العظيم حقيقي، لان حقيقي رز، لان فعلا الشخصيه الاعتماديه ايوه بتبقى عندها ايحاء بالغلط ان هي مش كفايه، بس هي اكشلي كفايه جدا. انت تبقي شايفه طبعاً. ان هي كفايه جدا. طبعا أوكي. بس خد ثقه في نفسك، خلي عندك شويه فيس، خلي عندك شويه ايمان ان انت كويس، ان انت تمام. اول ما بياخد الثقه دي خلاص ما عندوش، هو مش الكابابيلتيز بتاعته هي اللي قليله، محتاج يشتغل ان هو مثلا ينمي حاجات او ينمي قدراته او كده. لا بالعكس، انت تمام، انت كل حاجه زي الفل. انت المشكله كلها ان انت مش واثق ان انت تقدر. فبس هو لما بياخد الثقه بتاعت اقدر، ايه ده، انا ممكن بجد، ايه ده صحيح، ان انا كويس، انا كويس، انا بعرف، انا بشتغل، انا محقق، انا كأم او كأب ناجح. يعني بالظبط كده. ثق في نفسك ان انت تقدر. once you do this خلاص اوكي. مش عارفه ليه حاسه ان الشخصيه الاعتماديه دي ممكن تكون ضحيه في وقت من الاوقات. ساعتها بتعملي ايه، او بتتدخلي ازاي كلايف كوتش، او بتنصحي الشخصيه الاعتماديه بايه؟ انصحها ان هي تمشي فورا طبعا تنسحب. بس لو قدرت، يعني لو قدرت بالظبط. لان بيبقى اصلا الكوديبندنس اللي هم الاعتماديين دول بيبقوا اتراكتنج النرجسيين، لان النرجسي بيبقى هو عايز اهتمام، والكوديبندنت ما عندوش اي مشكله يدي اي حاجه، هيز بيبل بليزر، وهو معطاء جدا جدا جدا. أيوة. وفيري امباثيتك، اللي هو متعاطف جدا مع الناس وكله تمام. فانت بديلك اللي انت عايزه، وانت بتديني ايه، ان انا احساس ان انا بقدر اكملك وانت هتكملني. فالعلاقه دي بتبقى دايما سايكل، يعني صعب قوي ان انت تقدري تطلعيها الا لو واحد فيهم، ويوجولي بيبقى الاعتمادي هو اللي يفوق لنفسه. اتأذى بقى بالظبط. اتأذى بقى ليفل خلاص not anymore. ايوه enough is enough. صح يعني. صح. ليه راضي بده وليه قابل على نفسي ده؟ لان انا كنت حاسس ان انا قليل، بس انا دلوقتي محتاج اشوف هو انا قليل قدر ان انا يتعمل فيا اللي بيعمله فيا النرجسي. لا، يبقى خلاص خد خطوه بقى ان انت enough is enough. خد القرار الاول ان انا مش هكمل بالطريقه دي تاني، مش هسمح لحد يتعامل معايا بالطريقه دي، وبعدين بقى ابتدي خد الخطوات بقى الصح في الموضوع، هتبقى سهله بعد كده. عاده لما بتحبي تطلعي شخصيه اعتماديه من سيركل هو واقع فيها، بس ادينا كده ستيبس بتحاولي انك تطلعيه بيها. اوكي، اول حاجه هو لازم يبقى هو عايز،
أوكي. يعني يجي يقول لي انا متضايق عايز انا خلاص تعبت آه. من السيركل دي، ايا ما بالظبط. كانت السيركل دي بقى شغل بيت صحاب مش أيا كان. مهم. بالظبط. تاني حاجه بنبتدي بقى نكسر، هو خلاص يبقى كده هو كسر الدينايل بتاعه اللي هو مش عايش في الوهم، يعني خلاص حلو. عارف ان في مشكله. فعل نفسه. فعل نفسه. حلو. هنبتدي بقى نقول له الادراك. انت مدرك دلوقتي انت في انهي مرحله في الاذى نفسه؟ انت يعني خلاص اوكي هي مجرد فكره، هل انت بس عارف لكن متضايق وخلاص، ولا عايز تاخد اكشن؟ طب تعالى نشوف انت في انهي مرحله في الاكشنز، هتاخد اكشن جاهز ولا بس لسه بنعمل بلاننج؟ نبتدي ناخد معاه الخطوات دي كلها وابتدي نوري له بقى ايه اللي هيحصل فيها. وعندنا برنامج اسمه 12 ستيبس اللي هي 12 خطوه. ايوه. ده بيتعاملوا فيه دايما مع يعني الشخصيات الاعتماديه بس ولا كل ده حاجه بتستخدموه في كل حاجه؟ بصي في اي حاجه حتى الادكتس، يعني أوكي. كوديبندنسي على اي حاجه. أوكي. لان الكوديبندنسي كتير، علاقات، دراجز، شغل، شوبينج، حاجات كتير جدا. صح. فبنمشي الخطوات دي بطريقه ممنهجه مدروسه بشكل معين، تاخد وقت شويه بس بتمشي بتظبط الدنيا كلها. خلاصتها لنا بسرعه بقى ال 12 خطوه. بصي ده يعني خلاصتها ان هما بتظبط لك علاقتك، بتبقى انا وانا والناس وانا وربنا. لما بتظبطي علاقتك بنفسك، ثقتك بنفسك تبتدي تظبط شويه، علاقتك مع الناس تبتدي تتظبط، هتظبطي الباوندريز وتظبطي الحدود وتظبطي ان انا هقبل ايه ومش هقبل ايه. وعلاقتك مع ربنا ان انت بتثقي ان في حاجات انت اوت اوف يور كنترول، يو كانت، يعني مش كل حاجه انا بقدر اسيطر عليها. في الاخر بيبقى بتدعي ربنا ان الحاجات اللي انا ما اقدرش اسيطر عليها وما لهاش تحكم عندي، خلاص انت يا رب اديني الهمني، يعني الحكمه ان انا اتقبلها. الانا وانا بتعملي فيها ايه؟ انا وانا المفروض اكون بعمل ايه انك معايا؟ تبتدي تشوفي نفسك بقى، يعني انت مش هتعملي لوحدك، يعني حد هيعمل معاكي ده. اوكي. ان بصي بيبي ستيبس، يعني ابتدي اجرب نفسي واشجع نفسي، يعني عملت خطوه النهارده، حاجه ما كنتش بعرف اعملها بدات اعرف ان انا اعملها، اعلم نفسي حاجه، احب حاجه جديده، او ابتدي اي حاجه. يعني كنت بصحى الصبح مثلا باكل شوكليتس وانا عايزه اعمل دايت، لا خلاص ما تاكليش شوكليتس، هتشربي مثلا كوبايه ميه. اوكي سيلبريت بقى، احتفلي بان انت عملتي حاجه اعمل جديدة. حاجه كويسه لنفسي. وقدري نفسك، وقدري يعني نفسك. بالظبط. عارفه لو سقفي على نفسك، سقفي لك، شجعيني وطبطبي على نفسك، وسقفي نفسك. شجعني. شجعني. طب بالظبط، فاهمه؟ صح. حبي نفسك، صح. وشجعي نفسك، وكله علشان تشوفي انك تقدري. ده مفتاح انا وانا. انا والناس. انا والناس لازم هتبتدي تحطي الحدود وتحطي الباوندريز، وتبتدي تشوفي ان انا مش مضطره خالص ان انا اسعد الناس كلها على حسابي انا، ولا لان نو واي لو حاولتي تسعدي الناس كلها ما حدش يعني nobody will be happy في الاخر. مين اللي هيبقى مبسوط، ده ولا ده ولا ده؟ وكمان تحطي الحدود بتاعتك وتقبلي انك تقولي لا، ما فيش مشكله، اتس اوكي تو سي نو، مش هيحصل حاجه. ومش لازم افضل طول الوقت بكلم نفسي في ان انا غلطت، ان انا قلت لا ما كانش مفروض، ما كان لا، يعني دونت بليم يور سيلف، ما تفضليش تلومي نفسك على حاجه، تقبلي ده تماما. اوكي. انا وربنا. انا وربنا. ودي المرحله الثالثه اللي بتحاولوا تشتغلوا فيها برضه. بالظبط، دي بتبقى اخرها خالص. دي بتبقى انا وربنا، ان انت بتبقي عارفه ان انت ليكي قدرات معينه، وان في الاخر وفي الاول وكل حاجه انت مسلمه امرك لله كله، وان ربنا هو اللي في ايده كل حاجه. يعني مهما عملتي يعني بتتشقلب، وفي الاخر اللي هو عايزه هيكون مهما صحيح. كان. وكده كده اللي هو بيعمله لنا ده احسن حاجه، حتى لو احنا مش شايفينه. يعني انا ممكن ابقى شايفه ان دي حاجه مضايقاني دلوقتي ان حصل كده، لكن حقيقه الامر ان ليتر اون شويه قدام لما تشوفي الصوره كامله على بعضها هتقولي الحمد لله ان هو اختار لي ده، انا كنت مختاره لنفسي حاجه مش اوكي. كنت لازم انا اسلم ليكم من الاول انا راضيه. فبتحسي بهدوء، بتحسي بان انت يعني في الاخر ان ربنا اللي خلقك، فانت في الاخر مش بني ادم الا ربع، لان ربنا اي حاجه بيخلقها مش هتبقى فيها ديفو، مش هتبقى حاجه ناقصه. ما ينفعش طبعا. فاهمه قصدي؟ يعني كمال لله، بس طبعا. الكامل بيخلق حاجه حلوة. لنفسها كامله. طبعا. يعني كبني ادم كامل، مش طبعا. كامل في المطلق. يعني صحيح، انت مش اله، بس انت بالظبط. كبني ادم كامل. مش بني ادم الا، يعني مش صحيح. ناقصك حاجه، مش بني ادم قليل خالص. صحيح. ما حدش قليل. صحيح. دايما ببقى مهتمه في كل الفقرات اللي فيها كوتشنج يعني او كده، انه ارجع بيها لجزء تربوي، لان احنا بنحاول، احنا بندفع ثمن غلطات حقيقي. ناس اتربت غلط وتربيه كتير حصل فيها اخطاء كتير، فبنحاول على قد ما نقدر نتفاداها في اولادنا. اسفه. عايزه اتكلم عن ازاي الام او الاب ما يطلعوش شخصيات اعتماديه. يعني انا النهارده كأم او كأب ازاي ما اطلعش شخصيه اعتماديه، لا بنت ولا ولد؟ اوكي. احنا اول ما بنتولد بيبقى عندنا حاجه اسمها لاف تانك. اوكي، زي قولي كوبايه. الكوبايه دي فاضيه دلوقتي خلاص. تتملي ازاي؟ تتملي من الاب والام، دول اول مصدر للحنان والحب في العالم. انا ما اعرفش حد غير ابويا وامي، فدول المفروض هم اللي يبتدوا يدوني الحب بتاعي. انا بيبي بعيط،
هتسيبوني اتفلق، انا جعانه عطشانه عايزه اغير ايا كان كبيبي. آه. لبوا لي احتياجاتي، طبطبوا عليا، لا اوكي. لما بلاقي ان في ريسبونس للحاله اللي انا فيها دي، ده معناه ان انا مسج بتوصل لي ان انا ليا وضعي، انا تمام، انا استاهل، انا جدير بان انا اتحب، استحق الحب ده. بان هما الناس دي بتيجي تطبطب عليا وتلبي لي رغباتي، هايل. اللي هما بابايا ومامتي. طبعا. بعد شويه بتبتدي نكبر، كل احتياجاتنا بتختلف وهم السن برضه بيختلف، يكملوا. نتكلم مثلا عن الاحتياجات سن اللي اكبر بتختلف. من كده 6 سنين 10 سنين بالظبط 12 سنه. بالظبط. عايز لعبه بدبدب في الارض، مش شرط ان انا اجيبها لك فورا، بس هعمل ريسبونس، مش هاجنور، يعني مش خلاص ما تقرفنيش ابعد عني، ما لازم يبقى في تجاهل validation. الاطفال بيطلع شخصيه اعتماديه. طبعا ما تتجاهليهوش. يبقى التجاهل بيطلع شخصيه طبعا اعتماديه. انا ايه مش مهم، تاني؟ انا ما الغلطات. استاهلش ان انت تردي عليا حتى، عارفه يعني مش مهمه خالص. فلا ما تتجاهليهوش خالص. لا احسسيه ان هو مشاعره مهمه جدا، لا احسسيه حتى لو المشاعر دي غلط، حتى لو هو زعلان وهو مش من حقه ان هو يزعل، قولي له يعني انت دلوقتي زعلان، طب اشرح لي، طب هو يشرح لك ويفهمك ويقول لك هو زعلان ليه وانت تسمعيه. ولما تسمعيه اعملي له فاليديشن، انا حاسه بيك، انا عارفه ان انت ده اكيد مضايقك، بس تعالى نتكلم بقى بالعقل بعد ما خرج مشاعره وحسستيه ان هو يستاهل يتسمع وطبطبتي عليه. حتى لو هسمع كلامه وانا مش مقتنعه بيه خالص. بالظبط. بس وفي الاخر هنفذ كلامي. exactly. وفي الاخر هنفذ رايي. بس لازم اقول له انا حاسه بيك، اقول له انا فاهمه قصدك يعني. سربرايز سربرايز بقى، ان انت لما هتشرحي له واما هيفرغ هو مشاعره وهيحس ان انت سمعتيه هيبقى رايه من رايي. بالظبط كده. هيسمعك. صح. هيسمع وجهه نظرك اللي انت بتتكلمي فيها، وهيبقى قلبه مفتوح وعقله مفتوح ان هو يسمعك. صح. فهيبتدي يتقبل منك الكلام وهيعقل الموضوع، فهتتقابلوا في حته، في نقطه. في الاخر وفي الاخر كلامنا اللي هيمشي، لان احنا البيرنتس او احنا أو اولياء الامور او احنا مش الكبار. هتسيبيه يغرق يعني. بالظبط. يعني في الاخر مش الولاد اكيد اللي كلامهم هيمشي، في الاخر الام او الكبار هم اللي كلامهم وساعات هم بيعلمونا على فكره الولاد كتير. يعني ساعات بحس ان انا ممكن رايي عايزه امشيه بشكل وهي تقول لي حاجه ثانيه بنتي، فاللي هو تصدقي. ايوه ايوه كتير. ايه تاني من الغلطات اللي ممكن يكونوا بيقعوا فيها الامهات او الابهات فبيطلعوا من غير ما يقصدوا شخصيه اعتماديه؟ نقد ولوم ومقارنات. النقد الكتير طبعا. المقارنات. بنت خالتك، بنت عمتك، مش عارفه مين، انت ليه مش زيها، انت عملتي اختك حتى. بصي دي عملت دي ما عملتش. فبحس المقارنات دي انا قاتله الحقيقه. انا مهما عملت مش هقدر ارتقي للمستوى بتاع فلانه او كده. النقد بتاع اني ما تعمليش، انت بتعملي، انت مش عارفه ايه طول الوقت، فبرضه بيوصل مسج ان انا مهما عملت انا هيشوفوني وحشه، هيشوفوني ما بعرفش اعمل، فخلاص مش هعمل بقى اصلا، كفايه. يعني ليه اعمل؟ فمش مهم. فمن الاخر اي نوع من اي اساليب الهت في الموضوع. ايوه. والزعيق طبعا والصوت العالي والشخط والاسلوب ده كله، لانه بيحسس ان لو الطفل حاول حتى يعبر عن رايه او يتكلم او عايز يقول حاجه، انا هزعق لك، فبالتالي بقى خلاص مربوط ان انا شعوري او ان انا هطلع شعوري ده او اتكلم او اعبر عن نفسي بان هو انا هيتزعق لي، فخلاص يعني اوكي انا تمام مش عايزه اقول رايي حتى ولا هحسسكم انا حاسس بايه، فهنسحب. ففي الاخر خالص انا شعوري ملوش لازمه. فانا بني ادم الا حته عشان شعوري ملوش لازمه. طب احيانا خلينا نرجع بقى وننزل على ارض الواقع برضو. ما انا كمان ام وعندنا حاجات كتير جدا، واكيد بنشوف حوالينا قصص كتيره جدا. احيانا الام بجد بتبقى يعني خلاص على اخرها، يعني خلاص يعني واصله الليفل على اخرها. طب غصب عنك كأم كبني ادمه كبشر، احنا مش ملاك. بتتعصبي، بيجي يقول لك على حاجه بتقولي له انا مش عايزه اسمع حاجه دلوقتي، انا مش احيانا بتعملي ايه بقى بعد كده؟ نصلح الغلطه دي ازاي عشان نلحق الموضوع؟ بصي هي مش غلطه وغلطه. أيوة. اوكي يعني هي مش غلطه طالما انا متعصبه واتضايقت، لان انا بني ادمه، فده اوريدي بيعلم الطفل كمان ان في ظروف ابس اند داونز. احنا في اوقات بنبقى كويسين واوقات بنبقى متضايقين. بالظبط. انا مش تمثال ولا ملاك هفضل طول الوقت قاعده بالظبط كده تيكي تيكي، يعني مش هيشتغل الموضوع. صح. فلما انا بزعق هو بيشوف دي، بس كمان ما يبقاش فيها اهانه. يعني هي دي النقطة الأساسية في إن أنا ما يبقاش فيها إهانة. يعني ممكن أبقى بتكلم معاكي اتعصبت، مش لازم أشتمه، مش لازم أتطاول عليه، مش لازم أجرح مشاعره. كاني بكلم واحدة صاحبتي. أيوه. يعني لما بتكلم معاكي لو أنا اتعصبت وأنا متضايقة هتقدري أصلا قصدي كانت متضايقة عشان حصل كذا، فماشي تمام هتعدي. لكن لو حسيتي إن أنا بهينك، لا هي بقى نازلي متضايقه لكن ما تهني، طب انا مالي؟ تهني انا ليه؟ اللي ممكن تتوجه للطفل يعني الشتايم، التقليل منه، الضرب، التريقه، الاسلوب الكلام، التون نفسه اللي انت بقى عارفه الطريقه دي اللي هو استنكار كده، تبقي بتكلميه باستنكار. يعني انا فوق وانت تحت، يعني انا ليا اليد العليا عليك. بس فدي بتبقى كده. لكن طبعا في الاول وفي الاخر بعد المواقف دي كلها
اتس فيري هيلثي وصحي جدا ان انا اقعد مع الطفل واتكلم معاه واقول له انا سوري، انا كنت متضايقه بس انت عملت كذا، زي ما بالظبط بتتعاملي مع واحده صاحبتك وتتناقشي معاها في الاخر بنصفي الامور. ايوه اوكي هايل. الشخصيه الاعتماديه هي شخصيه متردده، ولا هي شخصيه متهوره، ولا هي شخصيه مندفعه، ولا هي شكلها ايه في قراراتها؟ ممكن كل حاجه. ممكن كل حاجه. ليه بقى؟ ده على حسب هي بترضي مين، ولا على على حسب هي بترضي مين، وعلى حسب احساسها ايه في الوقت ده، وعلى حسب ايه الموقف نفسه. يعني ملهاش علاقه بالتهور قوي او لا او كده، يعني ممكن ولا هي الاتنين. متردده، ولا هي مندفعه، ولا اي حاجه؟ بصي تردد موست اوف ذا تايم تردد، لان ايه اللي هيحصل، هيقبلوني ولا لا، لحسن يعني كلمه لحسن لحسن دي دايما يزعلوا، دايما بالظبط لحسن مربوطه يفهموني بالقلق. غلط. لا هينبذوني، هيسيبوني، مش هيصاحبوني، مش هيلعبوا معايا، مش هيبقوا اي حاجه لها علاقه بان انا هبقى لوحدي، هيسيبوني، يعني I won't be accepted in a way or another، فهيمشوني، مش هبقى معاهم. هي دي مشكلتها، يعني هي دي مشكلتها. I want to belong. فردود افعالها مختلفه، يعني بالزبط. ممكن تتردد احيانا، ممكن تندفع احيانا، بالزبط. ممكن على حسب الموقف. يعني how will this serve me، أوكي. هيساعدني في ايه ان انا في الاخر يبقى ابقى مقبول وانتمي للمجموعه دي او للشخص ده او للحاله دي، ايا كان هعمل ايه، هي دي هعمله. ايه اكتر الطلبات اللي بتطلبيها من الشخصيه الاعتماديه علشان تقدر تساعد نفسها بيها؟ يعني بتقولي لها اعملي ايه؟ بصي اي حاجه وكل حاجه ممكن تخلي ثقتها في نفسها تبقى اكتر شويه. اوكي. اي حاجه كرييتيف، نبتدي حاجه جديده، نعمل حاجه، بس كلها بيبي ستابس، عشان ما بحبش اطلع يعني 10 سلمات واقع، يبقى ده هيرجعني ورا اكتر. بالعكس هيري اشور ان انا ما اقدرش، او ان انا ام نوت اوكي، او ان انا اقل. فببقى حابه ان انا اطلع خطوه خطوه واي سيلبريت، اعمل خطوه بيبي ستاب، واوكي انا عرفت اطلع السلمه اللي بعدها واثبتها، عارفه يعني، عارفه بتبني أيوة. حاجه وتثبتيها وتكملي عليها بعد كده. اوكي. باي حاجه كله اوكي، بس إن يعني حاجه تزود لي ثقتي في نفسي وتحسسني ان انا ام كيبل، انا اقدر اعمل ده واقدر. فمجرد ان انا احساس ان انا اقدر ده بيخليني في الاخر ابقى شايف ان طيب ما انا ممكن اعرف اعمل ده لوحدي، يبقى انا فعلا مش بني ادم الا ربع ولا حاجه. I don't need to mask اي حاجه تاني، انا ممكن ابقى انا نفسي طبيعي وانا كويس وهيقبلوني لما مجرد ان انا نفسي. احساس صعب جدا ان الواحد يبقى عايش عشان يرضي الناس بس. طبعا. يعني احساس مؤلم طبعا. حقيقي، انك طبعا. الواحد لما بيشوف الشخصيات دي، واحيانا كلنا بنتعرض لده، بيبقى حقيقي احساس مؤلم جدا جدا، لان انت مش بتبقي عارفه تبقي نفسك. هو انا مين؟ يعني بعد شويه بتنسي هو انا مين. انا الشخصيه اللي عايزه ترضي الشخص الشرير والشخص اللطيف والشخص الطيب والشخص الاستغلالي. طب انا مين فيهم؟ يعني بعد شويه ولازم الشخصيه الاعتماديه دي حظها هيقع ان هي هتقع في ايد شخصيه من الشخصيات اللي انت ذكرتيهم، يا شرير يا استغلالي يا نرجسي، حد يعني هيستغلها، لازم هيتم استغلالها، لان مفيش حدود، هي مش حاطه حدود صحيح. لنفسها، فاي حد هيخش. بالظبط. يعني الباب مفتوح بالظبط، فكله تمام وما بتقولش لا، فاوكي خلاص هيتم استغلالها، هيتم استغلالها وعايزه تبسطيني، فانا كده كده تمام هاجي انبسط يعني. صحيح صحيح. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده، ميرسي، سعيده جدا بلقائك، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نشرح اكتر معنى الشخصيه الاعتماديه، والحقيقه احنا كنا فاهمين الشخصيه الاعتماديه بشكل مختلف تماما. بشكرك يا نازلي على وجودك معانا النهارده، ميرسي. كان معاكم ومعانا لايف كوتش نازلي توفيق، اتكلمنا عن الشخصيه الاعتماديه ومواصفاتها، وازاي نقدر نشتغل عليها، وازاي نقدر نحاول نطور منها.